متابعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معي في بودكاست حكاية مدن. اليوم حلقتنا عن الأم، وشكر خاص لأمي ولأمهاتنا جميعا. كل يوم وهي بصحة وعافية، كل عام وهي بخير. شكرا لأمي اللي كانت سبب في وجودي في هذه الحياة. شكرا لأمي اللي علمتني حروفي الأبجدية وعلمتني الحساب. شكرا لأمي اللي علمتني صغار الصور وحفظتني إياها وعلمتني الصلاة. شكرا لأمي اللي ربتني على الأخلاق الطيبة الحميدة. شكرا لأمي اللي أفخر إني بنت فلانة وإني شبيهتها ونسختها الثانية. شكرا لأمي على سهرها علينا لما نمرض أنا وأخواني. شكرا لأمي اللي كانت تصحى من الفجر تجهز فطورنا وغدانا وعشانا. شكرا لأمي اللي كانت حريصة على اختيار الأفضل من كل شيء لي ولأخواني. شكرا لأمي اللي سخرت كل وقتها وجهدها وإمكانياتها علشان توفر كل سبل الراحة لي ولأخواني. شكرا لأمي اللي جلدت لي كتبي ورتبت لي شنطتي وكانت توديني المدرسة، كانت تتعنى وتاخذني بنفسها وتوصلني للمدرسة. شكرا لأمي كاتمة أسراري والصديقة الوفية والناصحة الأمينة. شكرا لأمي على الأكلات اللذيذة اللي لا يعلى عليها، لا أكل يعلو على أكل أمي. شكرا لأمي ذلك الملاك على الأرض. يا رب طول في عمرها واعطيها الصحة والعافية وارزقها برنا يا رب. يا رب أعنا على طاعتها وبرها. شكرا يا أمي على عطائك بدون حدود. شكرا يا أمي على محبتك لنا. شكرا يا أغلى من في هذه الدنيا. شكرا يا تاج على راسي. شكرا، ولو أقولها من اليوم للسنة الجاي، أنتي أحلى ما في حياتي، معلمتي الأولى، صديقتي الغالية. شكرا ليكي على كل شيء، محبتك بنتك. إلى هنا ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي في الحلقة القادمة. كنت معكم فتحي البوسعيدي في الإعداد والتقديم. في أمان الله.